السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة في قناتي يا ريت تشتركوا وتفعلوا الجرس وتدوسوا الكل علشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. النهاردة بقى نزوم الشتا كده والسقع، هنعمل شوية عدس اصفر بشعرية. يا رب يعجبكم. هندخل بقى في المقادير. معايا نص كيلو عدس اصفر اهو، وبصلة مبشورة، وطماطم مبشورة، وهنا معلقة كبيرة كمون، ومعلقة صغيرة بابريكا، ومعلقة صغيرة بيكربونات او بيكنج باودر، وهنا معايا نص كوباية شعرية. لو مش حابة تحط شعرية ما تحطيش. هنا معايا مية مغلية هتغلي، ننزل بالعدس اهو يكون مغسول طبعا. هننزل بالتوابل اهو. طبعا يا جماعة لازم تحط البيكنج باودر او الكربونات يعني عشان بيستوي كويس كأنه مضروب في الخلاط. هننزل بالبصلة. هننزل بنص كمية الطماطم، بنصها بس، وهنسيب النص تاني في الاخر. هقول لكم تعالى نعمل فيها ايه. اهو هنقلبهم مقلبتين كده بس، وهنغطيهم ونوطي عليهم النار، نسيبهم يستووا براحتهم يعني. هنا معايا مكعب مرقة، لحمة او فراخ اللي عندك، طبعا لازم عشان بيديله طعم. اي حاجة يعني، فراخ لحمة كله بيمشي. ولو عايزة تعملي بشوربة مكان المرقة عادي برضو ينفع، بس انا مكانش عندي شوربة فحطيت مرقة. هنا معايا فصوص توم، كام فص كده، ومعايا نص كمية الطماطم والشعرية. هنقول لكم ازاي يعني هنعمل فيهم ايه دلوقتي. هنا نقعد نقلب في البقى في العدس اهو. متسيبوش طبعا عشان ممكن لو سبتيه بيلزق من تحت. كل فترة كده بنقلب تقلبتين وبنوطي عليهم النار اهو. انا كل شوية بوريكم الشكل بيبقى ايه. هنا بقى هنجيب طاسة كده نظيفة ومعلقة سمنة وشوية زيت اهو هنحط. طبعا هتحبي تعملي بالسمنة عادي، تعملي بالزيت عادي، الاتنين مع بعض براحتك يعني اهو. طبعا هتعمل الطريقة دي وان شاء الله هتدعيلي يعني. هنا التوم هرسناه كويس، هنقعد نقلب فيه. ما تسيبوش طبعا عشان بيتحرق بسرعة. هنقعد نقلب فيه لغاية لما يدي لون اصفر كده، ذهبي ذهبي فاتح، ما تسيبوش يحمر. هننزل مع معلقة صلصة، معجون صلصة. لو ما عندكش صلصة عادي حطي الطماطم اللي احنا سبناها في الاخر اهو. بعد كده هننزل بنص كمية الطماطم اللي سبناها في الاخر. هنقعد نقلب كويس لغاية لما يتسبكوا، نسيبهم يتسبكوا براحتهم. جرب الطريقة دي ان شاء الله وهتدعيلي. هنفضل بقى نسيبهم ونقلب فيهم كده لغاية لما يتسبكوا كويس مع بعض. كده اتسبكوا وبقوا تمام اهو. شايفين بقى ايه ازاي شكلهم. هننزل بقى عليهم على العدس اهو. طبعا طريقة سهلة يعني، مش بتاخد منك وقت. وطبعا الشتا ده ما بيحبش غير العدس والمحشي والحاجات دي. هننزل عليه بالعدس اهو. هنفضل بقى نقلب فيها كويس اهو كده، وبعد كده هننزل بقى بالشعرية اخر حاجة دي. وزي ما قلت لك انا مش حابة شعرية ما تحطيش اهو. نص كوباية بس، انت على طبعا على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. ده نص كيلو عدس، حطيت نص كوباية شعرية. هننزل بكوباية مية اهي عشان يستوي الشعرية كويس. وبس يعني هنوطي عليه خالص لغاية لما يستوي براحته. هو مش بتاخد وقت يعني، حل لما تستوي الشعرية وكده خلاص. ولو عجبكم الفيديو ياريت تضغطوا لايك وتعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس
عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. ولو حابين يعني اي طريقة نعملها مع بعض قولولي في الكومنتات وجربوها ان شاء الله وهتدعولي. دمتم في رعاية الله، مع السلامة.